تفتكروا ان في بني ادم ممكن يوصل بالجنون انه يصنع دمية من عين وشعر جثة حقيقية؟ اكسبلور ويلا بينا. بتبتدي احداث قصتنا اصدقائي مع الدمية جورج، واللي اتسمت كده على اسم صانعها المتوفي. في اواخر فترات من ثلاثينيات القرن الماضي في مدينة تكساس، كانوا عشان يخلدوا ذكرى حد متوفي كانوا بيصنعوا ليه دمية بتحمل مواصفاته، يعني بالبلدي كده دمية شبيهة بالمتوفى. لكن العيلة دي بالتحديد لما ابنهم توفى خدوا عينيه وكمان شعره وحطوهم في الدمية بتاعته. كان في خيالهم ان الدمية ساعتها هتبقى شبيهة بيه جدا ومش هيحسوا بفراق. لكن الصدمة والكارثة اصدقائي ان الموضوع ما عداش مرور الكرام كده، ده حصل لهم مواقف مرعبة جدا من تحت راس الدمية دي. بداية يا اصدقائي بالحاجات اللي بتتحرك لوحدها في البيت، والخيالات اللي منتشرة في كل حتة على جدران البيت، والحاجات اللي بتولع وبتطفي لوحدها، ده بالاضافه